ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني يا حبايبي. النهارده هعمل معاكم كيكه بالشوكولاته وكيكه ساده بالفروتي بس بالبرتقال. يا رب تعجبكم. كده هجيب معايا كوبايه سكر وكوبايه زيت، ومعايا هنا ربع كيلو دقيق وكوبايه سكر وكوبايه فروتي وكوبايه زيت وثلاث بيضات وكيس فانيليا وكيس بيكنج باودر. واوريكم الكيكه النهارده هعملها ازاي. هنزل بالزيت، وبعدين هنزل بالسكر، وبعدين هنزل بقى بالفروتي. النهارده قلت اعمل حاجه حلوه النهارده للاولاد، قلت ما فيش اخف من كيكه. عملتها بالليل كده بقى. فضيت الكيسين فانيليا، وهكسر بقى البيضتين اللي معايا على السكر والفروتي والفانيليا. هما بس يعتبر يعني فانيليا وبيض وسكر وزيت، وقلبت كله، ضربت كله في الخلاط لغاية كله مندمج مع بعض. وانا عاملة النهاردة هشة خالص معاكم. كل ما بلاقي نفسي فاضية بعمل حاجة حلوة للأولاد. انا كده بضربها كويس. خلصت كده، ضربتها كويس خلاص. هجيب بقى الدقيق معايا واحط عليه بيكنج باودر، واقلب برضو كويس. قلبي 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 اقلبه كويس، وانزل بقى بالخليط اللي معايا. انزل بقى بالخليط كله اللي معايا، واقلب برضو كويس. اللي ما عملش اشتراك في قناة يوميات بيت العيلة يعمل اشتراك ويفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بقلبه كويس اهي، عشان بقى افضيها في الصينية وادخلها الفرن. وبدهن الصينية زيت، وبدهنها كويس من الجناب، وبقلب المكونات كويس عشان ادخلها الفرن. انا كده بفضيها اهي، ما شاء الله سمكها كويس. افضي كل الكمية اللي معايا واهز الصينية عشان يبقى سمكها واحد. خلاص كده ادخلها الفرن، واعمل بقى اللي بالشوكولاتة. انا بحب اللي بالشوكولاتة، ما بحبش السادة دي. عملت برضو ربع كيلو دقيق، عليه كيس فانيليا، كيسين فانيليا، كيس بيكنج باودر، بيضتين، كوبايتين لبن، كوباية زيت كبيرة، كوباية كاكاو، كوباية كاكاو خام، كوباية وربع سكر. كده اللهم صل على النبي. هنزل باللبن، نزلت كده باللبن كوبايتين، وبعدين هنزل كده بالكاكاو. دي كوباية برضو اللي معايا كاكاو خام، وبنزل بكوباية زيت، بسيب حبة في كوباية الزيت برضو، وانزل بكيسين الفانيليا فضيتهم اهو، وبنزل بالسكر. اخر حاجة بحطها السكر. البيض ما بحطهوش دلوقتي، بسيب شوية سكر برضو لو احتاجتهم احطهم. البيض لا، ما بسيبه دلوقتي. واقلب بقى كويس الخليط كله. اهم حاجة يتخلط كله مع بعض، المكونات دي كلها تخش على بعض. وحطيت شوية السكر فضيتهم عليهم، وبملي كده كوباية صوص واركنها على جنب. خلاص كده حطيت كوباية مية كمان، وبقلبها كويس برضو. وكسرت البيضتين، واضرب بقى كله في الخلاط. كده بقى قلبت كله في الخلاط، البيض مع المكونات كلها. وانزل بالبيكنج باودر على الدقيق، الربع كيلو دقيق.
وبقلبه كويس. قلبي قلبي قلبي. بنزل بقى بالخليط اللي معايا، بقلبه كويس. وبرضو هجيب اللي في الخلاط ده بفضيه برضو عليه. اهم حاجة تقلبي الحاجة كويس عشان المكونات كلها تتخلط في بعض. بقلبه كويس اهو. قعدت اقلب كتير قوي لغاية ما كله قدامك مع بعض. انا كده خلاص قربت ان انا اخلص تقليب، بس انا يعني بندمج قوي في التقليب عشان تطلع هشة معايا. بدي كل حاجة حقها. انا قلبتها اهي كويس. بص الخليط بقى كويس كله سمك واحد ازاي. يا رب تعجبهم النهاردة ويعجبكم وصفة النهاردة. كده هدهنها بالفرشة الزيت، حطيت نقطة الزيت وبقلبها بالفرشة، وانزل بقى بالخليط اللي معايا. انزل بقى بالخليط ده الكيك، بفضيه كويس كله. انا فضيته كله اهو، وبخليها بهز الصينية عشان يبقى سمك واحد. انا كده حطيتها في الفرن. ما شاء الله شكلهم جمال، وان شاء الله هتطلع هشة زي ما انا عايزاها. انا جبت اول صينية دي خلصت. بص ما شاء الله الف هنا وشفا. هشة خالص، تنفع للمناسبات واعياد الميلاد واي مناسبة تنفع تعملي تورتة في البيت. والطريقة دي سهلة خالص وبسيطة. الف هنا وشفا عليكم. انا شفتها كده، شفتها استوت ولا لا، لقيتها استوت. اما تدخلي السكينة فيها وتطلع فاضية وتعرفي انها استوت. ما شاء الله كده جميلة. انا قلبتها عشان اقطعها. بص ما شاء الله عاملة ازاي. كانت هشة خالص وكلها لون واحد. درجة الحرارة بتاعتها كانت 180. وما كانتش بتوطى خالص، ما بوطيش الحرارة عشان تبقى كلها سوا واحد. انا كده بقطعها دي كده خلصتها اهي، واحطها في اي صينية عشان تبقى اقدم فيها الكيك. يا رب تعجبكم النهارده فكرة النهارده. كانت ايوش واقفة معايا بتساعدني. انا كده حطها في صينية تقديم اهي. كانت منظرها تحفة وريحتها جميلة وطعمها احلى. انا قعدت اكل فيها وانا واقفة، اما عجبتني قوي. انا قلبت برضو الكيك التاني اللي بالشوكولاتة، وقلت برضو اقطعه كده قلبت الصينية خليت ظهرها احسن، لقيته احسن. وسبتها تبرد خالص، وحطيت عليها صوص الشوكولاتة بقى هحطه معاكم دلوقتي. بقطعها التقطيع ده حسب الرغبة. ممكن انت تحبها مربعة، انا بحبها كل واحد بيحبها بطريقته. بنزل بقى الصوص من كل حتة كده، بلف الصوص عليها عشان يبقى مظبوط. بص شكلها تحفة صراحة. انا بعملها لعيالي في عيد ميلادهم، وجنب تورته بعملها لهم، جنب تورته جنب اي حاجة عشان صحابهم برضو بتبقى طعمها حلو. وبتبقى حلوة للفطار، لأي حاجة، لأي يعني فطار عشاء أي حاجة بتبقى خفيفة حلوة. أنا كده خلصت معايا الكيكة اللي بالشوكولاتة. ألف هنا وشفا على قلبكم. يا رب يكون عجبكم فيديو النهاردة. ولو عجبكم فيديو النهاردة اعملوا اشتراك في قناة يوميات بيت العيلة، وفعلوا الجرس عشان يوصلوك كل جديد. أنا كده خلصت وصفة النهاردة. هي كده على التقديم بس. أنا قعدت أكل شوية وأنا واقفة. ألف هنا وشفا. مع السلامة.